السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري أدلى بالتصريحات التالية اليوم: التسجيل الجامعي الأولي سيكون من 23 جويلية إلى 27 من نفس الشهر. وزير التعليم العالي والبحث العلمي: نتائج التوجيهات الجامعية يوم 6 أوت المقبل. وزير التعليم العالي والبحث العلمي: الطلبة سيستفيدون من دورة تكوينية في اللغة الإنجليزية لمدة شهرين من 25 جويلية إلى 25 سبتمبر. وزير التعليم العالي والبحث العلمي: استحداث 3 تطبيقات رقمية جديدة لحاملي شهادة البكالوريا، 3 تطبيقات جديدة بواجهة واحدة. وزير التعليم العالي والبحث العلمي يفصل في هذه التطبيقات: تطبيق اكتشف فرصتك مخصص للتوجيه، تطبيق توجيهك للتخصصات والشعب والميادين طبقا للمعدل، تطبيق اكتشف المهن لموافقة التخصص الذي يختاره الطالب. وزير التعليم العالي والبحث العلمي: استحداث شهادة مزدوجة تمكن الطالب من الحصول على شهادتين جامعيتين في تخصصين مختلفين في نفس السنة الجامعية. وزير التعليم العالي والبحث العلمي: التحول من الجامعة الكلاسيكية إلى جامعة من الجيل الرابع بداية من هذه السنة، حيث تم انتقاء 23 مؤسسة جامعية لتجسيد هذا التوجه. شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ودمتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.